هاي هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهاردة هو فيديو اولي، والجزء التاني طبعا هخلي ايفان يجرب زي ما انتوا قلتولي. عايزين يخلوا ايفان ان هو يجرب الحوشي والمحشي وكل ده. النهاردة اول فيديو معانا في فيديو التحدي، او فيديو ان ايفان يجرب اكلة مصرية ويقول رأيه فيها. النهاردة قررت اني انا اعمل حواوشي علشان اخليه يجرب الاكلة، وفي نفس الوقت علشان نشوف رد فعله. بس طبعا ما تنسوش تكملوا الفيديو للاخر، علشان الفيديو ده او الحواوشي غيرت فيه شوية مكونات كده، او عملته بنفس الطريقة بس في كام واحدة عملتهم بالطريقة الروسية. فعشان كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك علشان تعرفوا كمان طريقة عمل الحواوشي الروسي. ما هو طبعا يعني مادام انا غيرت فيه حاجات يبقى طبيعي في حواوشي روسي. بس طبعا ما تنسوش بقى تعملوا لي فولو ولايك وسبسكرايب كتير جدا. وما تنسوش تقولوا لي ايه الوصفة اللي انتوا مستنيينها التانية، او ايه التحدي اللي انتوا مستنيين التاني ان احنا نعمله. فعلشان كده ما تنسوش برضو تقولوا لي اي اكلة محتاجين ان انا اعملها وانزلها، وانا هنزلها لكم. طبعا اول حاجة بدأت بالبصل، ودي اهم حاجة بتحتاجوها في الحواوشي. بعد كده البصل، انا كان المفروض ان انا اجيب فلفل حراق، بس انا ما لقيتهوش للاسف. احنا حاليا عندنا الموسم مش موسم فلفل حراق، مش زي مصر هنا لما نعوز نشتري فلفل، او لما نعوز تشتري فلفل حراق او فلفل اخضر عادي، يعني بيبقى صعب شوية ان احنا نلاقيه. بعد ما انا قطعت البصل، طبعا على حسب المقدار اللي انتوا هتستخدموه، على حسب البصل اللي انتوا هتعملوه. طبعا عايزه اقول لكم المكنه دي تاني مره بس استعملها، عشان كده هتلاقوني بهبل فيها شويه لاني انا مش عارفه كل حاجه فيها. المكنه دي جابتها لي هديه حماتي، انا مش عارفه استخدمها قوي يعني، وما استخدمتهاش كتير. فدي كانت تاني مره حبيت ان انا اجربها معاكم ونشوف ايه النتيجه، ونشوف هتعمل ايه فعلا وهتبشر البصل ولا لا. هي كان فيها 3 اشكال، بشر صغير وسط وكمان اللي هو بتاع الشيبسي. فانا اخدت الوسط لان انا طبيعي بحب ابشره بالشكل ده. انا كان ممكن اقطعه عادي بالسكينه وكده، بس هو هتاخد معايا وقت طويل، وبصراحه يعني ما كنتش حابه ان انا لسه هقطع وكده، فقلت اختصر الوقت وحبيت ان انا اجربها معاكم بالمره واقول لكم ايه رايي فيها. يعني بجد المكنه دي عجبتني جدا واسعفتني. يعني ممكن نقول في خلال 6 7 دقايق انا كنت مخلصه ال7 بصلات اللي انا عملتهم. وما تقوليش ان انا استخدمت بصل كتير، لاني انا البصل اللي كان معايا صغير، انتوا هتشوفوا الكميه دلوقتي. تمام، البصل اللي انا كان معايا صغير، فانا عشان كده استخدمت بصل كتير. بس انتوا لو معاكم بصل كبير يبقى ما تستخدموش 7، تستخدموا على حسب المكونات اللي موجودة عندكم، يعني على حسب الكمية اللحمة. كل كمية لحمة بتحتاج مقدار معين، فعشان كده تحاولوا ان انتوا تستخدموا بالمقادير علشان تطلع كل حاجة بيرفكت. بعد ما انا حطيت البصل وبشرته زي ما انتوا شايفين، هبدأ دلوقتي اني انا اقطع الفلفل. طبعا في الوقت ده كنت بحاول اغسل كل الحاجات اللي انا عملتها وعكتها دي. بس الصراحة الجهاز كان حلو، بس يعني بما ان انا ما استعملتوش غير مرتين بس فيعني تقريبا هو اتكسر مني او حصل له حاجة. بس بعد كده عرفت ان هي ما اتكسرتش، هي بس اتشالت. وبعد كده فهمت برضو اني انا لازم ادوس على الزرار من تحت علشان تطلع البتاعة اللي بتمسك المبشرة نفسها. أنا ما كنتش اعرف ان هي لازم ادوس، افتكرت ان هي بس بتتعشق وانا لما اطلعها لقدام بتطلع. في الاخر اكتشفت ان هي لازم تتلف كده على جنب علشان تطلع. اوكي، فيا جماعه اعذروني ان انا هبلت شويه مع المكنه على بال ما هي اخدت عليا وانا اخدت عليها. بس هي بصراحه اسعفتني جدا جدا. انا دي في الشكل ده كنت بحاول ان انا اوريكم ازاي بتتحط وازاي بتتركب. وكمان بصراحه عجبتني يعني انا المكنه دي ممكن اديها 7 من 10 او 7.5 من 10. يعني هي بجد اسعفتني، وكانت في 6 7 دقايق كنا بشرين البصل، فدي كانت حاجة مفرحاني الصراحة. يعني دي حاجة مش وحشة. يمكن في 5 دقايق كمان، انا ما حسبتش الوقت. بس كده هنزل بعد كده باللحمة. في ناس بتحب تقطع الفلفل الاول وبعد كده تنزل باللحمة، بس انا لا، انا بحب انزل باللحمة الاول وبعد كده اقطع الفلفل. والفلفل لو انتوا عندكم فلفل حراق، يعني بصراحة انا بحب الحوشي بالحراق، يعني حوشي من غير فلفل حراق ملوش لازمة. فانا كل اللي لقيته عندنا في السوبر ماركت اللي هو الفلفل الاحمر اللي انتوا شايفينه ده، وحتى الفلفل الاخضر ما لقيتهوش، فهضطر ان انا استعمل الفلفل الاحمر. بس هو مش وحش، يعني كويس وتمام وزي الفل. وفي حتة كده موجودة في الفلفل الحمراوية دي
مخضرة، فانا قلت هستخدمها على اساس ان هي فلفل اخضر عشان تدي لون كده للحوشي وكأنه في فلفل الوان يعني. بس فبدأت ان انا هقطع الفلفل زي ما انتم شايفين. بس طبعا انت ممكن ما تقطعوش بالشكل ده، على حسب اللي انتوا عايزينه قطعوه. انا حبيت ان انا اعمله بالشكل ده، ويعني انا بفضله كده، انا بحب التفضيله دي. في ناس كمان بتحب تشوح اللحمه والفلفل قبل ما تدخلها الفرن، انا ما بحبش. فيعني لو انت حابه تشوحيهم يبقى انت ما تحطهمش زي ما انا حطيتهم كده في طاسه او في حله وبعد كده تعجنيهم، لا، تنزلي بالبصل في الاول في الطاسه وتحمري البصل، وبعد كده تنزلي باللحمه، بس بعد ما تكون البصله كده اخدت تحمير حلوه، وبعد كده تنزلي باللحمه اللي هي اللحمه المفرومه. ويفضل كمان اللحمه اللي هتستخدميها تكون مفرومه حلو، علشان لما تيجي تدخليها في الساندوتش ما يبقاش فيها اي تعجينه ولا اي حاجه، تبقى لحمه كده دايبه مع البصل والفلفل، بيبقوا دايبين حلوين. بس بعد ما بتحمري البصل بتنزلي باللحمه، تاخد كده لون برضو، يعني ما تسيبهاش للاخر لحد ما تستوي. هو لون لان هي كده كده اللحمه المفرومه مش بتاخد وقت طويل. تاخديها كده وتحطيها ان هي تتشوح شويه، وبعد كده تنزلي على الفلفل. والفلفل مش بياخد برضو تشويحه طويله، يعني في ناس بتعملها كده بس انا ما بحبش الصراحه. انا بحب اخليها زي المسلوقه واخليها في الفرن، هي اللي تاخد الصعقه بتاعه اللحمه، واخليها كمان تاخد ان هي تتسلق زي كأنها بتتسلق في الفرن. انا ما بحبش اعملها على البوتاجاز الاول. هنا بدأت ان انا احط التوابل بتاعتي، حطيت الملح، فلفل اسود، وطبعا حطيت الكاري، ولو عندكم بابريكا يعني البابريكا، وحطيت كمان كان عندي فلفل حراق مبشور، يعني اللي هو عبارة عن زي كأنه بتوابل. فلو عندك اوبشنز زي كده تقدري تستخدميها، لو ما عندكيش يبقى الافضل ان انت تستخدمي بالطريقه العاديه اللي احنا عارفينها. طبعا دي العجينه زي ما انتم شايفين. طبعا انا عملت لكم فيديوهات كتير قوي عن العجينه، فاكيد ان انتوا عارفين بتتعمل ازاي. مقدار اللي انا العجينه اللي عملتها ما كانتش كبيره، بس هتطلع لي كميه حلوه جدا. وطبعا لو انتم مش عارفين تعملوا ازاي العجينه ادخلوا على الفيديوهات القديمه، وانا هسيب لكم برضو في اول كومنت الفيديوهات تقدري ازاي تعملي العجينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. العجينه دي من طريقه حماتي، يعني انا حاليا بقيت ماشيه وراها، بتعمل حاجات كتير حلوه فبتعلمني حاجات كتير يعني بصراحه. فالطريقه دي من طريقه حماتي، هي علمتني حاجات حلوه، ويعني الفضل يرجع ليها في طريقه الخميره، لان هي كانت بتحب هي ما زالت لحد دلوقتي بتحب العجينه وبتحب المخبوزات قوي. فعشان كده بصراحه بتشجعني ان انا اعمل حاجات زي كده. وهي كمان هي اللي عملت معايا الجبنه. انا عملت لكم فيديو قبل كده عن الجبنه المبشوره، والجبنه الموتزاريلا، والجبنه القريش، وجبنه البيضه، كل ده عملناه في فيديو نزلته لكم. فما تنسوش بقى تعملوا اللايك الجميل والسبسكرايب عشان تشجعوني ان انا انزل لكم حاجات كتير، وعلشان دايما دايما يبقى صفحتنا شغالة ومليانة بيكم. طبعا انا حبيت اني اعملها من فوق بقى هنا زيت، يعني زي ما انتم شايفين فردت العجينة. انا شكلها ما اخدتش شكل الساندوتش بتاع مصر، يعني ما اخدتش شكل التدوير وكده، بس يعني ما تشت الغرض، يعني مش وحش، شكلها حلو. دي عندها هنا في روسيا اسمها تشوبريشكا، دي اسمها تشوبوريشكا في روسيا، فبصراحه شكلها مش وحش، بقى ما يعني شكلها حشيت لطيف برضه. العجينه. بس هبدا بعد ان انا اكمل دلوقتي في حشو باقي العجائن. طبعا يا جماعه انتوا تصدموا من النتيجه النهائيه. العجينه انا حبيتها جدا جدا. تقدروا تحطوا في الكميه اللي انتوا حابينها في العجينه، يعني لو انتوا شايفين ان انا بحطهم كتير انتوا ممكن تحطوا اقل، لو انتوا شايفين ان انا بحطهم ده قليل انتوا ممكن تحطوا اكتر، يعني على حسب اللي انتوا حابين. انا بالمناسبة هحط زبدة من فوق على الوش كده علشان تديها تحميرة كده حلوة وتبقى لطيفة وشكلها جميل ولطيف. بس تكملوا طبعا الفيديو للاخر عشان تعرفوا طلعت معايا ازاي. وكمان ما تنسوش تستنوا الفيديو الجديد اللي هو ايفان ده فيه الحواوشي. على فكرة احنا عملنا الفيديو بالفعل، بس انا هعمله مونتاج وهنزله لكم قريب، فعشان كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستا، ما تنسوش تعملوا لي فولو على الفيسبوك. وكمان لو انتوا حابين ان هو يجرب اي اكلات تانية ما تنسوش ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتس. وكمان لو انتوا شايفين ان الطريقه اللي عملت بيها الحوشي ما كانتش قد كده تقدروا ان انتوا تقولوا لي بالوصفه اللي انتوا بتعملوا بيها الحوشي علشان هجربها ونعملها تاني ونخليه ان هو يدوقها. او لو انتوا عندكم اكله مميزه وحابين ان هو يدوقها قولوا لي ونعملها في الفيديو اللي جاي. وبس كده مش هطول عليكم، كانت معكم مونيكا، باي باي.
يلا الفولو والسبسكرايب.